لسنا من أنصار الخرافات ولا ممن يضربون خط الرمل، لكن حادثة القط مع إمام مسجد برج بوعريريج السيد وليد مهساس مثيرة فعلا للتعجب، ولا يمكن إنكار الجانب الماورائي الروحي فيها. لماذا تناقلت وسائل الإعلام العالمية مقطع فيديو القطة والإمام والذي أصبح ترند عالمي بأكثر من مليار مشاهدة خلال 24 ساعة فقط؟ لقد انجرف الكثيرون في الإجابة عن الأمر، وظنوا أن القطة هي السبب في دهشة العالم من هذا الفيديو، ولكن الحقيقة غير هذا. فلو سجلنا مقطع فيديو مماثل ولو بالصدفة بين أي إنسان وقطة فلن تحدث الجلبة كالتي نجمت عن فيديو الإمام، لأن مشاعر الناس عالميا قد تحركت إزاء هذا الخشوع العظيم الذي دخل فيه الإمام أثناء الصلاة. تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. في الجانب الشكلي ليس غريبا أن يقفز القط فوق كتف الإنسان، خاصة إذا كان يعيش معه. ليس هذا هو المثير في القصة، بل البعد العالمي الذي أخذه الفيديو ووصوله لمئات الملايين من البشر، وإذاعته في كبريات وسائل الإعلام العالمية المؤثرة جدا في الرأي العام العالمي. الكل ركز بموضوع القطة التي قفزت على الإمام وهو بصلاة التراويح، لكن القلة من انتبه إلى أن المقطع الذي انتشر بأزيد من مليار مشاهدة كان يقرأ الإمام بالمقطع آية عظيمة من سورة الأنعام: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نحن نتحدث عن لحظة روحانية جعلت الإمام مغمض العينين يتحسس القطة ويعينها على الصعود حتى لا تقع بلطف وهدوء، دون أن يفتح عينيه أو يتلعثم أو يخطئ أو يتوقف عن الكلام. العالم اندهش من لحظة روحانية ربانية لن تتكرر كثيرا، ستجعل الكثيرين يبحثون عن الإسلام في زمن هجره من ولدوا على الفطرة مسلمين. سيبقى الخشوع بصمة للمسلمين حتى يوم الفصل. لقد رأى الناس لطف ورحمة المسلم في أبهى تجلياته عكس ما يشاع عن عنف وغلظة المسلمين، وسمع كل البشر باختلاف أديانهم ومعتقداتهم وإلحادهم آية قرآنية عميقة المعنى غزيرة المقاصد. وهنا يأتي الجانب الثاني وهو الأهم، وهو محتوى الخطاب، الرسالة التي وجهت للعالمين في ظرف ثواني معدودة. الآية القرآنية التي نبه القط إليها أكثر من مليار من البشر هي: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نحن متأكدون أن جهابذة الفكر والعلم من غير المسلمين سيتوقفون مطولا أمام معاني الفلسفة العميقة لهذه الآية التي تخبر الناس عن مدى بعدهم عن الحقيقة، لأن العلماء فقط هم من يعرفون أنهم مخطئون وما علمهم إلا تراكمات من الظنون. سبحان الله، أنفقوا الملايين لتشويه صورة الشيوخ، فربك يبعث قطة لذلك الشيخ في مشهد تظهر فيه شيء من رحمة وجمال الإسلام، فيكون ردا بسيطا وبليغا على مخططات تشويه الإسلام. فيديو قطة الإمام الجزائري تجاوز 2 مليار مشاهدة عالمية. أذاعة BBC وCNN ورويترز وأسوشيتد وبلومبيرغ، ونشرت تقارير عنه صحيفة وول ستريت جورنال وغيرها. وفي عالم آخر يستعرض خالد منتصر ورفاقه الحدث في منشوراتهم بسخرية واستخفاف، يتخيرون منشورا نشازا ثم يرسمون حوله قصصهم المغالطة. هؤلاء لا نفهم كيف يزعمون أنهم أدباء أو مقدرون للفن، وهل سلوكهم هذا إلا طريقة الماديين في النظر للصور الجمالية؟ فأصبحوا يحللون ويتساءلون: ماذا لو كانت القطة كلب؟ ماذا لو القطة خربشت؟ هل القطة أسلمت؟ ماذا لو كان الإمام حساس من القطط؟ القطط تقعد في حجر الرهان أيضا، وكأنهم في معركة وليس أمام قطة لطيفة.
يزعمون أنهم بذلك ينتهجون سبيل العلم، وهم في الحقيقة يجافون سبيل الإنسان الذي هو أوسع من دائرة العلم المادي، وهم فقط يفعلون ذلك مع الملتزمين المسلمين، ولو كان الموقف في سياق غير ذلك لاختلفوا مع المختلفين. نعم، هو فيديو قصير عابر، ولكنه ساهم في تعديل الصورة الذهنية المغلوطة عن الدين الإسلامي على مستوى عالمي، ولو يوما أو بعض يوم، ولو قطميرا. نعم، قد يسلم أناسا بسببه أو يسعوا للبحث، فإن العلم الذي تزعم انتهاجه يقول إن حدثا صغيرا قد يرسم أحداثا كبيرة، وهو ما يسمونه بتأثير جناح الفراشة. ألم يقل كبيركم دوكينز أن عطسة شخص قد يترتب عليها ميلاد أشخاص وعدم آخرين؟ اعتبر هذه القصة رفرفة جناح فراشة أو عطسة إنسان. تتذكرون قصة الطفل ريان المغربي الذي سقط في بئر وخطف انتباه العالم ووحد المسلمين ونال استعطاف كل الطوائف؟ ألا يسقط العشرات من الأطفال كل سنة في الآبار؟ لكن سبحان الله، فمثل هذه الأحداث يريد الله تعالى أن يجعل فيها رسالة. كذلك مونديال قطر، كيف استطاع أن يرسل رسالة عالمية عن الإسلام والمسلمين؟ بمناسبة موضوع فيديو القطة الإمام، في سنة 2021 كان هناك قطة تعيش في دار الأوبرا المصرية. الإدارة قررت أن تتخلص من القطة لمجرد أنها ظهرت على السجادة الحمراء أثناء التقاط بعض الصور. يا ليتهم تخلصوا من القطة برميها في الشارع أو تركها في مكان ما، لكن للأسف القطة تم قتلها هي وأولادها عن طريق علبة تونة مسمومة. الشاهد أن أهل الفن والثقافة الذين يستغلون رمضان كل سنة لتخويف الناس من التدين واتهام المتدينين بالتشدد والغلظة قتلوا قطة لمجرد ظهورها في صورة على السجادة الحمراء، بينما إمام بلحية وجلبية في نظر أهل الفن رمز للتشدد والرجعية والتخلف استطاع بدون قصد منه أن يلفت أنظار العالم برفقه في معاملة القطة. إذن عزيزي المشاهد، قطة استطاعت أن تخلط أوراق العلمانيين والملحدين ومحاربي الإسلام، وما يعلم جنود ربك إلا هو. دمتم بخير وإلى اللقاء.